هذا من الطيور بيعطي كمان جماليه للطير لما يحمر العين. ومره وقعت عن سطوح الدار وانا لحقهم هربوا مني والله، فتكسرت ورحت على المستشفى. فابوي قال لي هذاك يوم هذا يوم مش راح تربي حمام. مرحبا بيتنا معاكم جمال نجيب، مربي حمام الي ما يقارب 42 سنه. 42 سنه لليوم ما انقطع من عندي الحمام. عشقت الطير هذا، صارت الشغله تنمو 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 لحد ما وصلنا لمراحل انه نشتري الطير من بلاد برا ونستورده. هذا الطير الماني واوروبا الشرقيه، بيقولوا له القرباش. بيمتاز هذا الطير بالقبه هذه الطويله هوني والعشر، بيقولوا له هذا الطير القرباش اللي حكينا عنه. طبعا هذا في البدايه هوني مثلا اتاخر بالليل وانا قاعد عند الطيور، فالزوجه طبعا تتضايق طبعا. كل نعم كانت يعني تصادفنا كثير امور انه الطير يمرض كثير، فكنت اتوجه يعني لعده دكاتره ما استفيدش. فضليت بصراحه انا نفسي اعمل ابحاث وادخل اقرا على الانترنت لحد ما وصلت لمرحله اني انا اعرف من خلال البراز ايش مرض الحمام. بنحكي عن الطير البلندي الانجليزي. طبعا هذا الطير برضه من الطيور الشاميه. حمام الزاجل لو اخذناه مثلا على تركيا على اليونان بيرجع على هوني من خلال الذبذبات والمغناطيس الطبيعي سبحان الله اللي ربنا خلقه فيه. صارت بالنسبه لي مصدر رزق. تواصلوا معي من لبنان، من الاردن، من مصر لحد ومن العراق والله.